بناتي مقالة قبل سنة مثلني أوكي بار قاعد حن مصاحم كبرات أجايشنا يقرأت أوروب دونجينا لنا عدمنا أخبركم مصاحم بتعمي نمسجن بستقالمت أن ناب بزحات ناي ميديا تكالات أدراشين إيميلين درخبنا متن سريدنا إنا مو تمسكم باللخم جزيوكم سويوكم ناس قبرنا مسنعتي تخفلتي كتكونوا استحوذكمنا ناوتنا وسنين بالمو انكو عدا حن مصاحم سمي يوهانس هاي بهال نايزي حيل عمام كما واحد وغينا صرح سنيحة أب كتما أتوا أب كندا يقمت مسايز لو أكالات نايزي حيل عمام بحنساب كنا نعمة قلن كنسرح سنحنا بزي بروجيكت مسالو بروفيسور كدان منغستاب أتو سنغال ولدة تنساية بروفيسور منغستاب تسفى هانس دكتور قبريوت تسفى جيرجس أتو أولوس تسفى جيرجس يوم كلهم كاب حمرات كاب يسيه ماليتهم حمرات منغستات أمريكا كومون دكتور مبراتو أتو أبراهانن أتو طعامي تولد أبراهان كاب لندن يوكي أو يعد إنجليز كومون دكتور محمد كير كاب نروي إناتا حيل عمام قيمة دكتور محمد كحوسنا خوني سنحيلو أب مجشان أم مجدن سلازلي إذا حيل عمام أب نوفمبر إسران حمشتن كل تشيحن إسران سلستانيو تمسريتو بزعبا إزي حيل عمام من البات أقداسنة بزبلو كمولك السبات مبزحتنا بزلنا عاولنا سلن زارب بوليتيكا مرقصي ألنان مرقصينا ومفلوتيو كم جروب ويكا أخم حيل عمام إذا جروب زياء ويكا إذا وجل زياغن بوليتيكا مرقصي يبلان independent أخم زخلو نتاقينا أب حقن أب سنفلتأتن أب تاريخن تمركيسو إيو نذي ورقات كنا في الرقيلنا دلنا موني كم الكسبات مرقات سخلونا خيليو ولوتن ليبلتن كم جروب جن كابزخانة بوليتيكا وتساقعي ناس أمخانا كسمر اللي دلي إذي حيل عمام كميلي تمسريتو سلامتاي تمسريتو زبهال قرب يشتو دحربايت أقمت كم زفلت هاجرنا هاجر إرترا دحري نبزوح عمد سلماون بريتون قالسي أبتيسان حادن نتس آخوينا كم وين بحقاو مجدي أبتيسان سلستن هاجر كوينا أبال محبركم نا عالم كوينا إذن ده اللو أقول لكن بزحات بلطات بوليتيكانياتاتنا إثيوبيا بزعبال ألاونت نا إرترا بقندوين عسب كنملسعنا دا تبالي أبتناتهم بوليتيكاوي غوسغواسات ككاتتو يرأي صني حميم تي بقوندو زغدسنا جن قدام مستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أب تكمتي 13 اسران سلستان ناتو بارليامنت أخيبا أزغبرلو غزي ناي إثيوبيا دوب كساب كيح بحر خمس قيد كيح بحري نهلاونت وسان نهلاونت إثيوبيا وسان مخانو ني أبكدمي حزبون أبكدمي بارليامنتن كزارب كلها سمعنا يئي كابو حالفو تزحلفه وصلتات أمون قوزن كلتا حبرة السب ويكاب كلتا حزبي إثيوبيان إرتران دورده بزح درع بزح مقدرة خمزة الله كلنا نفلطو أيو السو كأخلنا تمليسو أبزناتنا ولدو ويكا أنا ويكا زلو ولدو أي بحر تفراديم لسوا تزمت زلو ولدو كأي بحري كم لسا مخانو رقص أنيا كبل تسميه إذن بعلو حدا قنيايو مخنياتو صباح نقود فنجر ناي قزي نتاوي يستخللنا دولو أبكندي متسع ولدو ناي حزبي إرترايخون ناي حزبي إثيوبيا متزلو من إسي ويكاند متسعنا دي حجز متسع ولدو ناي ساينسن تكنولوجين فلتت عاتيقو بسلام أبتعولا خوفيلو سأقاماتو خفتح زخيل تحابابيرو تمالالي انك نبر زخيل ولدو
كنفرد أي زقبان نمبر مسرد دي بلو زنبوع تاريخ أسنيكا نزمت زلولدو كمتحي زخم زعبين قبار قنع كوينو أي تسمعنا حدا مرح هاجرك إدمي هزبي كم تقدمت تغسكو بزاعت بوليتيكانياتات كارتان داقيرو عويلهم نسمع عمنيرنا ناقن حدا مرح هاجرك إدمي هزبي وطيخ زارب كلهم منسيات إثيوبيا هتصانات إثيوبيا أبو مروم تايس دسالهم حدرا ألنا نياتو أنا أنت زي مبلسكو قيبار حجي صباح نوكو زمتص زلو ولدو كم لسي لعوي لغزارب كل حد مرح هاجر بقليل زرع يكونه أمره هتصانات إثيوبياويان حدرا أم تقبل دلو ونعديو أيكون عم بزي قدس لذي حدقا زي حدقا نمسا معرق دي حدقا مخانوس لزردانا إنا إذا قد دايزي كم قلت لنا ويكا تخلع مسمح ذلك إلنا تحسبنا سلازي علامة نايزي نتخخاب وإذا نايزي حي العمام كم زا قدمة تغسكوا كال انت حويسو دكتور أبي ويكا قدام مسترنا إثيوبيا كح بحري بتاريخ بحقي بجيوغرافي بحزبن بقطباون مسرد قبره إيو دبصحنا إيلو سلازي نحنا ازي حيل عمام كنقوم كلنا ازي أبا هلازين صباح نقو حرقا سلازقنا أبتقنع مسمارو نمتحاز تقلق زبالة ساينساو مرمر جيركا اتي تاريخ انتا يزبل اتي ديموغرافي جيوغرافي اتنيسيتي انتا يدبل اتي حقخة انتا يبل اتي قطبا زبال دلوخة انتا يمثل مرميركا اتي حقيا قميتكا بدحرو نخلتي هاجرات كربح بزخ المجد خاني إمامة من إمات زعلمه إيو السين عجرنا زلنا خام عليه سلازي نلومي انتاك نقبرنا بزا خيبانا بزنا يلومي جا خيبانا اتي صماء تحستو نايت مرمرنا بربعة قوانقوا مالك بإنجليش بتقرينا بعربن بمحارنيان كنغربينا بدحرو نحتون ملسن عدل كل ونايو أموداتا إتا كلاتا عباي ريبورت خاني بوست نبلا لكم إنا مساخهم كنكافو لعينا إذي بتقرنا فينو علامانا نايزي ويكا أودينس ويكا سماعينا بقندو هزبي إثيوبيان هزبي إرترانس لزغونه أمحارنيا نفعي كونكم قرب إزاز بالكوا حسرا بلا بمحارنيا حدق مايمو بدحرت فلور نابزون بصوتيك حلوفه ኦኬ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ ግብዛችንን ተቀበላችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን አድራሻውን ለማግኘት የቻልን ብዙ ሚዲያዎች ጋብዘናል እናንተ መምጣታችሁ ደስተኞች ነንና በጣም እናመሰግናለን ስሜ ዮሐንስ ኃይለ እባላለሁ የዚህ ግብረ ኃይል አስተባባሪ ነኝ የምኖረው በኦታዋ ከተማ ሲሆን ከኔ ጋር ያሉ የስራ ባልደረቦቼ ለማስተዋወቅ ያህል ፕሮፌሰር ኪዳኔ መንግስታት አቶ ሰንጋል ወልደትንሳኤ ፕሮፌሰር መንግስታት ተስፋ ዮሐንስ ዶክተር ገብረሕይወት ተስፋ ጊዮርጊስ እና አቶ ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ እነዚህ ሁሉ ከአሜሪካ ሲሆኑ ዶክተር መብራቱ አቶ ብርሃን እና አቶ ጣዕመ ተወልደ ብርሃን ከለንደን ናቸው ለንደን ዩኬ ዶክተር መሐመድ ኬር ኦማር ደግሞ ከኖርዌይ ናቸው ስለዚህ የቀይ ባህር ግብረ ኃይል የተቋቋመው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ህዳር 25 2023 ነው እንደ ግለሰቦች የራሳችን የሆነ የፖለቲካ አቋም ሊኖርን እንደሚችል ላሰምርበት ይገባል ነገር ግን የቀይ ባህር ግብረ ኃይል እንደ ቡድን ከየትኛውም የፖለቲካ አካል ጋር ምንም ግንኙነት ሳይኖረው ራሱን የቻለ ኢንዲፔንደንት ነው ማለት ነው የዚህ አባልነት በሙያና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በርዕሰ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ የነበረበት ሰው ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው ትንሽ ስለ ፕሮጀክቱ ባክግራውንድ እንደሚታወቀው ከግማሽ ምዕተ ዓመት ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴና የትጥቅ ትግል በኋላ ኤርትራ
1991 ነፃ መውጣቷን ይታወቃል። ነፃነቷን ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተደገፈ የህዝብ ውሳኔ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1993 ህጋዊ መሆኑን ሶቨርናይት ስቴት መሆኗን ይታወቃል። ሆኖም ብዙ ታዋቂዎች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሊቃን በፖለቲካ ዘመቻቸው አሰብን ወደ ኢትዮጵያ እንመልሳለን የሚሉትን መግለጫዎችን ከመስጠት አላቋረጡም። አሁንም የዚህ ፕሮጀክት ዋነኛው መነሻ የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በጥቅምት 13 2023 ለኢትዮጵያ ፓርላማ ባደረጉት ንግግር ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ድንበር ነው፣ የቀይ ባህር ባለቤትነት የኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ሲሉ ገልጸውታል። እንዲህ አይነቱ መግለጫ ከዓለም አቀፍ ህጎችና ደንቦች ጋር ይቃረናል። ቀጥሎም ለብዙ ዓመታት በዘለቀው ደም አፋሳሽና መጥፎ ጦርነት በሁለቱ ሀገሮች ህዝቦች ላይ የደረሱት ከባድ ጉዳቶች በቂ እንዳልሆኑ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በስልጣን ዘመናቸው ወይም አሁን ባለው ትውልድ ካልሆነ ቀጣይ ትውልድ የቀይ ባህር ባለቤትነት እውን እንደሚያደርግ አስረግጠው ተናግረዋል። ይህ ብድር ለሚቀጥለው ትውልድ ማሳለፍ አደገኛ ነው። ይህ በጊዜ የሚፈነዳ ፈንጅ መቅበር ወይም መትከል እንደማለት ነው። የወጣቶቻችን አእምሮ በጦርነት አስተሳሰቦች እና ትክክል ያልሆኑ ትረካዎች ከመመገብ ይልቅ መጪውን ትውልድ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት ማሳደግ አለብን። በጠረጴዛ ላይ ችግሮችን ለመፍታት ችሎታ ያላቸው ለጋራ ጥቅም በተባበሩ የሚሰሩ ዜጎች ማፍራት አለብን። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት የቀይ ባህር ባለቤትነት በታሪክ፣ በጂኦግራፊ፣ በስነ ህዝብ፣ በጎሳ፣ በህግና በኢኮኖሚ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው። እንደ ዶክተር አብይ ያሉ የሀገር መሪዎች በፓርላማ እና በሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት ቆመው እንዲህ ያለ ንግግር ሲያሰሙ በጣም አደገኛ ነው። ስለሆነም ምሁራን እና ባለሙያዎች ታሪካዊና ህጋዊ መረጃዎችን በማቅረብ ተረትና ትክክለኛ ያልሆኑ ትረካዎችን በማስወገድ እውነታውን የማሳወቅ ሙያዊ ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል። ስለዚህ የዚህ ቡድን የዚህ ፕሮጀክት ዓላማ ተጨባጭ ጥናቶችን ማካሄድና በታሪክ፣ በጂኦግራፊ፣ በስነ ህዝብ፣ በጎሳ፣ በህግና በኢኮኖሚ ሁኔታዎች ላይ ጥልቅ ትንታኔዎችን ማድረግ እንዲሁም ከውጊያ ይልቅ ለሁለቱም ሀገሮች ተስማሚና ጠቃሚ የሆኑት አማራጮች ማቅረብ ነው። ስለዚህ ጥናቱን አጠናቀን ዛሬ እየለቀቅነው ነው። አሁን ኤግዜክቲቭ ሰማሪውን በአራት ቋንቋዎች ማለት እንግሊዝኛ፣ በትግርኛ፣ በአማርኛ እና በአረብኛ እናቀርባለን። እባክዎን በቋንቋዎች መካከል ስንቀያየር ይታገሱ። ከዛ በኋላ ለጥያቄና መልስ ክፍት ይሆናል። ዘገባውን ደግሞ እንለቀዋለን። ስለዚህ ወዲለኹ ናተይ እሞ እቲ ራብዓይ መደብና ብዓረብ ተተርጊሙሎ ንሱ ዶክተር محمد كير كمبو. دكتور محمد كير. الملخص التنفيذي في خطابه أمام البرلمان الإثيوبي في 13 أكتوبر 2023 أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن البحر الأحمر هو الحد الطبيعي لإثيوبيا، واعتبر أن امتلاك البحر الأحمر يمثل قضية وجودية، وقد استندت مزاعمه بامتلاك أو الوصول إلى البحر الأحمر إلى التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا والإثنية والقانون والعوامل الاقتصادية. كما أكد أن الجيل القادم يجب أن يجعل من امتلاك البحر الأحمر واقعا إن لم يتم ذلك في عهده أو من قبل الجيل الحالي، وهو ما يعادل زرع قنبلة موقوتة. هذه التصريحات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض استقلال وسيادة وسلامة أراضي إريتريا والدول الساحلية الأخرى في المنطقة، كما تعرض السلام والأمن والتماسك في منطقة القارة الإفريقية للخطر. تأسست فرقة عمل البحر الأحمر استجابة لهذه التسريحات بهدف إجراء دراسات موضوعية وتحليلات معمقة لمختلف جوانب ادعاءات إثيوبيا امتلاكها للبحر الأحمر أو حق الوصول إليه، ونشر نتائج هذه الدراسات عبر منشورات ومنصات مختلفة. تتألف فرقة العمل من 9 باحثين إريتريين مستقلين لا ينتمون لأي كيان سياسي. تم اختيار أعدائها بناء فقط على الكفاءة الفردية والاهتمام والخبرة ذات الصلة
والمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذا الموضوع. وبناء على الأسس التي تستند إليها إثيوبيا في ادعائها، بحثت فرقة العمل في 4 مجالات رئيسية: 1 التاريخ، 2 الجغرافيا الديمغرافية والإثنية، 3 قانون البحار، 4 الاقتصاد. أولا، بحثنا الأسس التاريخي لإدعاء إثيوبيا بامتلاك البحر الأحمر. استعرضنا التاريخ القديم بما في ذلك عصر مملكة أكسوم لتوضيح التراث المشترك لمجتمعات المنطقة. ثم انتقلنا إلى التاريخ الحديث الأكثر سلة، خاصة فترة الاستعمار الأوروبي التي رسمت الحدود الحالية. تأسست إريتريا كمستعمرة إيطالية عام 1890 بعد اتفاقات مع زعماء محليين من العفر واحتلال أجزاء أخرى. وتم تحديد الحدود الحالية بين إريتريا وإثيوبيا من خلال سلسلة من الاتفاقيات بين إيطاليا الاستعمارية وإثيوبيا. بعد هزيمة إيطاليا عام 1941 وقيام الإدارة العسكرية البريطانية، أسس المثقفون الإريتريون أحزابا سياسية، بعضها مؤيد للاستقلال والبعض الآخر مؤيد للوحدة مع إثيوبيا. وقد أدى الاتحاد الذي أنشأته الأمم المتحدة بين إريتريا وإثيوبيا إلى دم إريتريا بشكل غير قانوني، مما دفع الإريتريين إلى بدء الكفاح المسلح عام 1961، وانتهى باستقلال فعلي عام 1991. وفي عام 1993 أجري استفتاء بدعم من الأمم المتحدة أكد استقلال إريتريا، وأصبحت عضوا في الأمم المتحدة في 28 مايو 1993. ثانيا، درسنا مسألتي الجغرافيا والديموغرافيا والادعاءات الإثنية التي تستند إلى إثيوبيا في مطالبتها بالوصول إلى البحر أو امتلاكه. أوضحت تحليلاتنا وجود عزلة اجتماعية وسياسية واقتصادية داخل وبين دول القرن الإفريقي بشكل عام، وفي إثيوبيا بشكل خاص. كما عرضنا 3 تطورات تاريخية مترابطة ساهمت في تفاقم العزلة الاجتماعية الطبيعية الناتجة عن الظروف المناخية والفيزيائية. 1 التباعد الاجتماعي الناتج عن توسع الإسلام في المناطق الساحلية والمنخفضات، مما دفع الإمبراطورية الأبيسينية إلى الجنوب والغرب. 2 احتلال السواحل من قبل الأوروبيين في القرن التاسع عشر وتشكيل كيانات سياسية جديدة. 3 السياسات التنموية الخاطئة المتبعة في فترة ما بعد الاستعمار، بما في ذلك التفاعل الحديث مع العولمة. أما فيما يتعلق بادعاءات إثيوبيا المبنية على أسس إثنية العفر، فقد أظهر تحليلنا أن سكان العفر لعبوا أدوارا محورية في مقاومة الاستعمار وفي نضال إريتريا من أجل الاستقلال. إن الادعاءات التي تقول بأن الأراضي الإريترية التي يسكنها العفر يجب أن تكون تابعة لإثيوبيا بسبب وجود غالبية العفر في إثيوبيا تعكس انتقائية مريحة في منطقة تتخطى فيها العديد من الإثنيات الحدود الوطنية. كما إن هذه الادعاءات تنتهك سلامة أراضي وسيادة إريتريا وجيبوتي، وتتعارض مع سياسات الاتحاد الإفريقي والمعايير الدولية. ثالثا، من الناحية القانونية أثبتنا وفقا لقانون البحار أن لإثيوبيا الحق في الوصول إلى البحر، ولكن ليس في امتلاكه. إن أي مطالبة بامتلاك سواحل البحر الأحمر الإريترية أو موانئها أو التهديد باستخدام القوة يعد اعتداء مباشرا على سيادة وسلامة أراضي إريتريا، ويتعارض ذلك مع قانونين دوليين: مبدأ أوتي سيدو بوسيديتيس الإفريقي لعام 1964 الذي أكد على سيادة وعدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار. 2 المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستخدام القوى ضد وحدة أراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. كما إن القانون الدولي وبالأخص المادة 125 من اتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر عبر الدول المجاورة بما فيها إريتريا. لكن هذا الحق ليس مطلقا، بل يتطلب اتفاقا مع الدولة الممر، وبالتالي ينبغي تنفيذ هذا الحق من خلال اتفاق ثنائي قائم على حسن النية بين إثيوبيا الدولة الغير ساحلية وإريتريا دولة العبور بشكل لا ينتهك سيادة إريتريا وسلامة أراضيها. رابعا، فيما يتعلق بالاعتبارات الاقتصادية والأمنية، لم تظهر تحليلاتنا أن إثيوبيا تواجه تهديدا وجوديا بسبب كونها دولة حبيسة. على العكس من ذلك، شهدت إثيوبيا نموا اقتصاديا مزدوج الرغم من عام 1998 إلى عام 2018، أي معدل نمو أكثر من 10% دون استخدام الموانئ الإريترية. كما تستفيد إثيوبيا من قربها النسبي من عدة موانئ في دول مجاورة. على سبيل المثال، فإن المسافة من أديس أبابا إلى ميناء جيبوتي أقصر قليلا من المسافة من ميناء عسب الإريتري. وبخلاف العديد من الدول الحبيسة الأخرى، تساعد هذه القرارات الجغرافية في إبقاء تكاليف النقل منخفضة نسبيا. كما إن دول الجوار الساحلية لم تنكر يوما حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر،
كما نص عليه القانون الدولي. وتشير نتائجنا أيضا إن غياب قاعدة بحرية لم يمثل خطرا أمنيا على تجارة إثيوبيا البحرية. وبدلا من ذلك تتبع التهديدات الأمنية الحالية لإثيوبيا من عوامل داخلية أكثر من كونها خارجية، وتشكل هذه التحديات الداخلية وخاصة تعقيدات بناء الدولة المستمرة تهديدا لوحدة البلاد وسلامتها، وهي تحديات تتطلب اهتماما وحلولا عاجلا إذا ما أرادت إثيوبيا تحقيق طموحاتها التنموية طويلة الأجل. بشكل عام كشفت تحليلاتنا الشاملة أن الأسس التي استند إليها رئيس الوزراء الإثيوبي والنخب الإثيوبية في المطالبة بملكية البحر الأحمر غير دقيقة وغير مدعومة بالأدلة. وفي الختام نقدم التوصيات التالية: 1. يجب على الإثيوبيين القبول باستقلال وسيادة إريتريا. 2. ينبغي لإريتريا والدول الساحلية الأخرى الاعتراف بحق إثيوبيا المشروع في الوصول إلى البحر والعبور وفقا للقانون البحري الدولي. 3. يجب على إريتريا وإثيوبيا الدخول في مفاوضات بناءة للتوصل إلى اتفاق ثنائي يحقق مصالح متبادلة للطرفين. 4. على إثيوبيا الامتناع عن التهديدات العسكرية واستخدام ورقة العفر في سعيها لامتلاك البحر الأحمر. 5. ينبغي على دول المنطقة البحث عن حلول دائمة ومربحة للجميع، مثل التفاوض على اتفاقات متعددة الأطراف لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وترتيبات الأمن الاجتماعي. تفصل هذه التوصيات في قسم الملخص والاستنتاج من المشروع، وتشدد على أهمية المفاوضات السلمية الثنائية أو متعددة الأطراف والتعاون بين الدول ولا سيما بين إريتريا وإثيوبيا. ونحن نؤمن بصدق أن تنفيذ هذه التوصيات سيعزز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي. ودي اللغة. Thank you. أنا لدكتور محمد نابحتون ملسن عدل كنهب. The floor is open. قرم قدي إتا executive summary أقدم شير جيريات أنيحية الجخات بمولو ريبورتوين شير جيرنا لنا لتتنا لنا كتريوان كشير كتبلوان كنسعهم مالتيو تشير كتبلوان you're free.